أعزائي المشاهدين، حياكم الله. الصابئة المندائيون فرقة دينية ورد ذكرها في القرآن الكريم بصورة إيجابية. ترى من هم أولئك الصابئة؟ وما هي قواعد وأصول دينهم؟ وهل لهم وجود اليوم؟ للحديث أكثر حول هوية الصابئة المندائيين وأماكن وجودهم اليوم تابعونا. أهلا بكم. ورد ذكر الصابئة في القرآن الكريم في سورة البقرة في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة المائدة في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة الحج أيضا في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. هكذا أيها المشاهدون الأكارم يتكرر معنا اسم الصابئة جنبا إلى جنب مع النصارى واليهود على اعتبار أنهم من أهل الكتاب، وبالتالي فقد جعل الشارع لهم كل حقوق أهل الكتاب في ديننا الإسلامي الحنيف، تلك الحقوق التي لا يمكن أن تنتهي أو يتم تعطيلها طالما بقي منهم أحد. يرجع الكثير من المؤرخين أصول الصابئة المندائيين إلى شعب آرامي عراقي قديم استوطن أبناءه وسط العراق وتحدثوا باللغة الآرامية، واهتم المندائيون باللغات والكتابة، ولهذا فقد أصبحوا في العصر الساساني الكتبة والنساخ الرئيسيين للوثائق الرسمية بكل اللهجات السائدة في ذلك الوقت. وفي العصر الإسلامي شكلوا همزة الوصل بين الأقوام العربية والآرامية. تعددت عزيزتي المشاهدة أسماءهم في العديد من الكتب القديمة، حيث جاء ذكرهم باسم الكشتيين وتعني الصابئة أصحاب الحق، وأطلق عليهم اسم الناصورائيون وتعني الموحدين، والمندائيين وتعني العارفين بوجود الله، وكذلك أطلق عليهم اسم اليحيويين نسبة إلى النبي يحيى ابن زكريا عليهم السلام. أطلق عليهم لقب المغتسلة والمصطبغة والمتنورون أصحاب الزي الأبيض. كان للصابئة في بلاد العرب تواجد كبير قبل الإسلام، لكن ديانتهم اضمحلت وأخذت في الأفول بعد أن ظهر الإسلام، ولم يتبقى منهم إلا القليل. موجودون حاليا في العراق والأحواز، يسمون في لهجة العراق باسم الصبة التي تعني باللغة المندائية اصطبغ أو اغتطس في الماء، وبذلك يكون معنى الصابئة أي المصطبغين بنور الحق والتوحيد والإيمان. والتغطيس أو المعمودية والاصطباغ أي الاغتسال من الشعائر الهامة والأساسية عند الصابئة. تقوم عزيزتي المشاهدة عزيزي المشاهد الديانة الصابئية على ركنين رئيسيين، وهما الشهادة والتوحيد، التي تقضي الاعتراف بالحي العظيم خالق الكون، وأنه واحد أحد لا شريك له، لا شريك لأحد بسلطانه وعظمته، وبالتالي فلا يؤمنون بعبادة غير الله، ولا يقرون بإشراكه بالعبادة بأصنام أو أشجار أو حيوان أو كواكب أو نجوم أو قوى طبيعية، أو الزعم بأن الله أب أو أخ أو له بنين وبنات. وقد جاء في كتابهم المقدس المسمى كنز ربا أي الكنز العظيم، جاء بالقول: الله ليس له أب يكبره سنا
وما من أحد قبله كان قد أصبح الأول في ولادته، وليس له أخ له شريك له بملكه ولا منازع له في عرشه وسلطانه. جاء أيضا: لا تسبحوا للكواكب والأبراج، لا تسبحوا للشمس والقمر المنورين هذا العالم، فإنه هو الذي وهبها النور، أي الله. لا تحسروا رؤوسكم وتسجدوا للشيطان الفاني الرجيم ولا تهبوه رحمة. انظر أيها المشاهد الكريم كم هو عظيم هذا القول، وما أجمل التوحيد فيه، لا سيما إذا ما عرفنا أن التوحيد في عقيدة الصابئة يعني أن الله هو محل العبادة، هو محل الطاعة والولاء، هو ذات واحدة لا شريك لها في قدرتها وقرارها وفضلها، هو الذي يصرف الأمور كيف يشاء وبما شاء. والله في دينهم هو الرب العلي سبحانه ملك الأنوار العلي لكل العوالم، الذي كله نور، كله حياة، كله حق، كله رحمة، كله غفران، كله بصر، كله حسن وجمال، كله معرفة وجلاء وعلم، كل أسمائه جلال ووقار. يؤمن الصابئة أيها المشاهدون الأكارم أن ديانتهم هي أول الأديان السماوية تكوينا، وأن مرجعها آدم أبو البشر عليه السلام، غير أن آخر الأنبياء لديهم هو يوحنا المعمدان الذي نحن نسميه يحيى ابن زكريا، الذي أرسله الله لإعادة اليهود المرتدين عن الصابئة إلى دين الحق والرشاد بحسب قوله. ولهذا يعتبر كتاب الكنزرب أي الكتاب العظيم أو الكنز العظيم أهم الكتب المقدسة لديهم. يقال له سدر آدم أو صحف آدم، قد يكتفون بقولهم السدرة بوجه الإطلاق، يعتقدون أن هذا الكنز هي صحف آدم نفسها، وتنحصر مباحثه في ذكر بدء الخليقة والتطورات التي حدثت للبشر، وفي صفات الخالق، وفي الوعظ والإرشاد، وفي سنن الدين والمعتقد. تختلف الصابئة في زمن كتابته أي هذا الكنز العظيم، فمنهم من يقول أنه من عهد يوحنا المعمدان يحيى بن زكريا، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، منهم من يقول أنه يعود إلى عهد سيدنا آدم ذاته. ومن كتبهم أيضا كتاب دراشة إيديهيا، ويقال له سدر ديهي أي تعاليم يحيى أو كتاب يحيى ودروسه، وهو أحدث تأريخا من الكتاب الأول، ويتضمن حياة نبي الله يحيى من بدء ولادته الغريبة وتربيته في الجنة وفق رأيهم، ثم نزوله إلى الأرض ليبلغ رسالة ربه، وتنتهي بتاريخ وفاته وصعوده إلى السماء بحسب قولهم. كما يتضمن الكتاب إرشاداته وتعاليمه الدينية. ويقال أن الملاك هو الذي أوحى إلى يحيى أن يضع له هذا الاسم. ومن كتبهم أيضا كتاب الجلستا أي كتاب عقد الزواج، وهو كتاب يبحث في رسوم الزواج وسننه والاحتفالات التي تقام أثناء عقده، وعن كيفية تحليل النكاح الشرعي وإجراء الخطبة. وكتاب سدر أيضا إنشماثا أي كتاب التعميد. ويعتقدون أنه أنزل على آدم أبي البشر، وأنه أساس الديانة المندائية، ومنه تستمد بقية المعلومات. يتحدث الكتاب عن الموت وسنن الجنازة وكيفية انتقال الأرواح وعن المعاد، كما فيه نصوص عن الصلاة التي يقرأها الروحاني في حفلات التعميد. تجدر الإشارة أيها المشاهدون الكرام إلى أن الصابئة يكنون عداء شديدا لليهودية جراء ما تعرضوا له من ذبح من قبلهم، حيث تعرض كل من نبي الله زكريا إلى الإيذاء الشديد، ثم قتل ابنه النبي يحيى وهو يوحنا المعمدان بحسب لغتهم آخر أنبياء الصابئة المندائيين. والأمر كذلك قد حدث كما نعلم مع نبي الله عيسى عليه السلام. أما فيما يتعلق بطقوسهم العبادية فتمثل الصلاة لديهم ركنا أساسيا واجبا على الذكر والأنثى، ويستلزم لأدائها أن يتوضأ المصلي أو يصطبغ بمعنى يغتسل،
والوضوء أو الاصطباغ أي الاغتسال فرض عين واجب على الصابئي، حيث يرمز للارتباط الروحي بين العالم المادي والروحي عبر غسل الذنوب والتقرب إلى الله، وهي مقدمة لدخول عالم الأنوار الجنة. ويجب أن يتم الاغتسال في المياه الجارية التي ترمز في ثقافتهم للحياة والنور الرباني. لهذا كان استيطانهم بجوار الأنهار دجلة والفرات حاليا في العراق، ونهر الأردن الذي يعتبر مقدسا في عقيدتهم، لكون النبي يوحنا المعمدان قد اغتسل فيه فغسل كل الخطايا والذنوب. وللإنسان في الديانة المندائية حرية تكرار الصباغة أي الوضوء متى يشاء، وهو لازم في أيام الأحد والمناسبات الدينية، وعند الولادة والزواج، أو عند تكريس رجل دين جديد. ويتنوع التعميد لديهم أي الاغتسال والوضوء الديني بتنوع الغاية، ومن ذلك ما يسمى بالرشامة، وهو تعميد يكون قبل طلوع الشمس لأداء فريضة الصلاة ودون الاستعانة بكاهن. هناك أيضا الطماشة، وهو الدخول في الماء الجاري 3 مرات متتالية دون الحاجة إلى كاهن، ولا يتم هذا النوع من الوضوء على الحائض والنفساء والجنب، ولا على من لامس واحدا من هؤلاء أو لامس أجنبيا. هناك أيضا المصوتة، ويشترط فيه أن يكون على أيدي المؤمنين وفق رسوم خاصة وآداب مقررة، ولا يتم إلا في أيام الأحد وفي الأعياد القومية. وهو أي هذا الوضوء على 4 أنواع: تعميد المواليد، ويتم بعد مرور 45 يوما على ولادة الطفل حتى يتطهر من دنس الولادة. تعميد الأزواج، ويتم بمراسيم دينية للعروسين، ويشترط أن يتم في مساء يوم الزواج. تعميد الجماعة، ويجريه كل صابئي في يوم عيد البنجة من كل سنة كبيسة اقتداء بعمل يوحنا المعمدان. وهناك أيضا تعميد الأعياد، وفيه يتحتم على كل صابئي أن يتعمد ولو مرة واحدة في حياته. وفيما يتعلق بكيفية الوضوء أو التعمد عزيزتي المشاهدة، فيتقدم الصابئي من النهر ويقول: باسم الحياة العظمى لك الشفاء والطهر، ثم يشد حزامه ويغسل يديه قائلا: باسم الحياة العظمى أطهر يدي بالصلاح وشفتي بالإيمان لينطقا كلام النور. ثم يغسل وجهه 3 مرات قائلا: أبارك اسمك وأمسح اسمك يا مولاي، حمدا لسماء الجلال الأعظم الذي قام من ذغته. ثم يأخذ بيده الماء ويجمع أصابع يده اليمنى ويمررها على جبهته من بداية صدغه الأيمن حتى نهايته من هنا إلى هنا، ويقول: أنا فلان ابن فلان أرسم نفسي برسم الحياة. ثم يغمس سبابته 3 مرات في الماء، ثم ينظف أذنيه قائلا: لتسمع أذناي صوت الحياة. ثم يستنشق الماء 3 من راحته مرددا في كل مرة ليشم أنفي رائحة الحياة. ثم يبدأ يغسل ركبتيه وساقيه 3 مرات قائلا: لتبارك ركبتاي الحياة العظمى ولتسجد له ولتتبع ساقاي سبل الحياة والإيمان. ويغمز أصابعه في النهر ويداه ممدودتان معا وراحتاه نحو الأرض قائلا: أنا فلان ابن فلان عمدت نفسي وعمادي سيحرسني ويرفعني إلى الأعلى إلى البدء، حيث أوج الكمال بيت الحياة واسم الحياة. وأخيرا يغمس قدمه اليمنى في النهر 2 مرات واليسرى 1 واحدة قائلا: لتبتعد عن قدماي يا ويدي سلطة 7، ويقصد بها 7 الكواكب، وال12 ويقصد علامات البروج بشكل عام. أما مفسدات الوضوء لديهم فهي البول، الغائط، خروج الريح، لمس الحائض، النفساء، أكل شيء قبل الصلاة، ولا يجوز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد وإن لم يفسد الوضوء. والصلاة كما ذكرنا أيها المشاهدون الكرام فرض مكتوبة على الصابئين يؤدونها في اليوم 3 مرات، تؤدى قبل طلوع الشمس وعند زوالها وقبيل غروبها.
يتوجه المصلي نحو الشمال بلباسه الطاهر حافي القدمين رافعا يديه مع انحناء قليل. ويعتقد المندائي أن عرش الخالق عالم الأنوار وهي الجنة في عرفه تقع في جهة الشمال. دلائلهم في ذلك أن منبع الأنهار ومنها دجلة والفرات من الشمال إلى الجنوب، وأن الشمال أصل الجهات الأربع. كذلك الريح تهب من جهة الشمال بصورة أنقى وأزكى وأعذب للنفس. البوصلة يتجه عقربها دائما نحو الشمال. لهذا فقد فرضت الديانة المندائية على أتباعها أن يتجهوا دوما نحو الشمال عند صلاتهم ونومهم وإجراء طقوسهم الدينية من زواج وذبح وحال الموت. وحين يتوجه نحو قبلته الشمالية يتلو 7 أذكار يمجد فيها الخالق ويدعوه بأسمائه الحسنى. وفي ذلك يذكر الصابئيون أن الصلاة كانت على عهد آدم 7 صلوات، وهي الصبح، الظهر، العصر، والمساء، والعشاء، وصلاتين فيما بينهما، إلا أن يوحنا المعمدان سيدنا يحيى ابن زكريا خفف عنهم الصلوات وجعلها في 3 أوقات: صلاة الصبح من انفلاق الفجر وحتى طلوع الشمس، ثم صلاة الظهر ويبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء، ثم صلاة العصر قبل غروب الشمس. ولا يجوز الجمع بين صلاة وأخرى في وقت واحد، كما لا قضاء لصلاة سهى الصابئي عنها. هذا عزيزي المشاهد والمشاهدة ما يتعلق بالوضوء والصلاة. أما الركن الآخر في دينهم فهي أداء الصدقة التي يشترط لقبولها أن تكون سرا، حيث جاء في كتابهم المقدس القول عن يوحنا المعمدان: أعطوا الصدقات للفقراء وأشبعوا الجائعين وأسقوا الظمآن واكسوا العراه، لأن من يعطي يستلم ومن يقرض يرجع له القرض. كما جاء أيضا: إن وهبتم صدقة أيها المؤمنون فلا تجاهروا، إن وهبتم بيمينكم فلا تخبروا شمالكم، وإن وهبتم بشمالكم فلا تخبروا يمينكم. كل من وهب صدقة وتحدث عنها كافر لا ثواب له. هذا في عرفهم وفي قولهم. ومن أركان دينهم أيضا الصيام الذي شرعه الله ليهذب نفس الإنسان، ويحث دينهم على الالتزام بمراسم الصوم الكبير، وهو الامتناع عن كل الفواحش والمحرمات وكل ما يسيء إلى علاقة الإنسان بربه، ويدوم طوال حياة الإنسان، حيث جاء في كتبهم: صوموا الصوم العظيم ولا تقطعوه إلى أن تغادروا أجسامكم. صوموا صوما كثيرا لا عن مأكل ومشرب، صوموا صوم العقل والقلب والضمير، لتصم عيونكم وأفواهكم، ولتصم أيديكم فلا تغمز ولا تلمز، لا تنظروا إلى الشر ولا تفعلوه، والباطل لا تسمعوه، ولا تنصتوا خلف الأبواب، ونزهوا أفواهكم عن الكذب، أمسكوا قلوبكم عن الضغينة والحسد والتفرقة، أمسكوا أيديكم عن القتل والسرقة، أمسكوا أجسادكم عن معاشرة أزواج غيركم فتلك هي النار المحرقة، أمسكوا ركبكم عن السجود للشيطان وللأصنام، أمسكوا أرجلكم عن السير إلى ما ليس لكم، إنه الصوم الكبير لا تكسروه حتى تفارقوا هذه الدنيا. على أن الصوم من الناحية المادية قد اقتصر على عدم تناول اللحوم في أيام محدودة وعددها 33 يوما موزعة على أيام السنة. وتتعدد المحرمات في الدين الصابئي، ومنها عدم أداء الفروض الدينية، الارتداد عن الدين الصابئي الذي يعد خطيئة كبرى في نظرهم، كما يحرم في دينهم القتل والزنا اللتان تعدان من الكبائر المؤدية إلى النار، علاوة على السرقة والكذب وشهادة الزور وخيانة الأمانة والعهد والحسد والنميمة والغيبة والتحدث والإخبار بالصدقات المعطاة والقسم بالباطل وعبادة الشهوات والشعوذة والسحر والختان والتغيير في الخلقة، كل هذه من المحرمات. ويحرم شرب الخمر في دينهم لكونه من رجس الشيطان كما جاء في كتابهم المقدس، كما يحرمون الربا، ويحرم البكاء على الميت ولبس السواد، حيث جاء في كتابهم أنه إن من مزق ثيابه على ميت فقد دنسها، ومن قلع
شعرة على ميت فسيربط بحبل الظلام. كلما طالت أعماركم زادت خطاياكم، فلا تحزنوا على النفوس إذا فارقت الحياة. من أحب ميته فليطلب لنفسه الرحمة، لنفس ذلك الميت، وليقم عليه الصلاة والتسبيح، ويقرأ لروحه الابتهالات. وهو مع كل ذلك يؤمنون بالآخرة والبعث والحساب والجنة والنار. من جانب آخر فلا يقع الطلاق في عقيدتهم إلا في ظروف خاصة جدا، كما يحرمون الانتحار وإنهاء الحياة بالإجهاض وتعذيب النفس وإيذاء الجسد. لا يؤمنون أيضا بالرهبنة، ولا يجيزون زواج الصابئي ذكرا أو أنثى من الكافر بدينهم غير الذي لا يدين بدينهم، ومن المشرك الذي يتخذ شريكا لله في عبادته وتوحيده وسلطانه. كما لا يجوز في عقيدتهم الزواج من المرتد المارق، ولا حتى بأبنائه ولا ببناته. ويشدد الصابئة في أمر طاعة الوالدين وبرهما، كما يشددون في أمر الابتعاد عن الملوك والسلاطين وعدم الثقة بهم. يعلنون رفضهم للسحر والسحرة والمنجمين، ولا يحلون أكل لحوم الحيوانات الميتة ولا المشوهة ولا الحامل ولا المرضعة ولا التي أجهضت ولا الحيوانات الجارحة ولا الكواسر ولا الذي هاجمه حيوان مفترس. يشددون أن يكون الذبح بسكين من حديد. تنص عقيدتهم على عدد من الأوامر الأخلاقية، كالنهي عن أن يبيت أجر أجير، والنهي عن سرقة الشريك والانتقام بالغدر، فإن من يسرق صاحبه وشريكه لن ترى عيناه النور، أي الجنة، كما تقول كتبهم. من إرشاداتهم: لا تحلفوا كذبا ولا تبدلوا إيمانكم ولا تأكلوا مال الربا. ويروون عن النبي يحيى ابن زكريا عليهم السلام أنه قال: صونوا أنفسكم من الغش والإثم والزور والكذب والزيف والشرور، واتقوا الدجل والإفك والضلال والفتنة والقسوة والجهالة، ولا تكفروا ولا تقربوا الزنا، واجتنبوا الحسد والحقد والكره وعدم الحياء. الموت حق، والنفس أسيرة الجسد يحررها الموت بإذن الله. وفيما يتعلق بطبيعة تقويمهم الزمني، فتتكون سنتهم أعزائي المشاهدين من 360 يوما في 12 شهرا، وكل شهر فيه 30 يوما مع 5 أيام كبيسة يقام فيها عيد البنجة كما يعتقد. يعتقد المندائيون بصحة التاريخ الهجري ويقرون باستعماله، وذلك بسبب اختلاطهم بالمسلمين، ولأن ظهور النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان مذكورا في الكتب المقدسة الموجودة لديهم. يعظمون يوم الأحد كالنصارى، يقدسونه ولا يعملون فيه أي شيء على الإطلاق. ينفرون من اللون الأزرق النيلي، لا يلامسونه مطلقا. ليس للرجل غير المتزوج أي حظ في الجنة. لاحظوا أنهم يشددون على تكرار الزواج وتعداد الزواج وعلى الخلفة، لأنهم أقلية يحبون أن يظلوا موجودين، وليس مستحقا للجنة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وللرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء على قدر ما تسمح له به ظروفه. لا تؤكل الذبيحة لديهم إلا أن تذبح بيد رجال الدين وبحضور الشهود. ويقوم الذابح بعد أن يتوضأ بغسلها في الماء الجاري 3 مرات، ثم يقرأ عليها أذكارا دينية خاصة، ثم يذبحها مستقبلا الشمال ويستنزف دمها حتى آخر قطرة. يحرم الذبح بعد غروب الشمس أو قبل شروقها إلا في عيد البنجة. تنص عقيدتهم أيها المشاهدون الكرام على أن يكون الميراث محصورا في الابن الأكبر، لكنهم ولمجاورتهم المسلمين فقد أخذوا يطبقون المواريث الإسلامية. يبقى أن نشير أيها السيدات والسادة إلى أقسام طبقات رجال الدين المندائي، وهي من الأدنى إلى الأعلى. الحلالي، وهو الذي يسير في الجنازات ويقيم سنن الذبح للعامة، يسمى الحلالي. هذا لا يتزوج إلا بكرا، فإذا تزوج ثيبا سقطت مرتبته ومنع من وظيفته إلا إذا تعمد هو وزوجته 360 مرة في ماء النهر الجاري. الطبقة الثانية الترميذة، وهي مرتبة أعلى يستحقها الحلالي إذا فقه الكتابين المقدسين لديهم، وهما كتابا التعميد والأذكار، فإنه يتعمد بالارتماس في الماء الموجود في المندي أي المعبد، ويبقى بعدها 7 أيام مستيقظا. لاحظوا
لا تغمض له عين حتى لا يحتلم ويترقى بعدها هذا الحلال إلى ترميذه. وتنحصر وظيفته في العقد على البنات الأبكار في عقيدتهم. هناك أيضا الأبيسق وهو الترميذ الذي يختص في العقد على الأرامل، لا ينتقل من مرتبته هذه. وهناك الكنزة بيرا وهو الترميذ الفاضل الذي لم يعقد على الثيبات مطلقا، يمكنه أن ينتقل إلى كنزة بيرا، وذلك إذا حفظ كتاب الكنزة ربا فيصبح حينئذ مفسرا له، ويجوز له ما لا يجوز لغيره. فلو قتل واحدا من أفراد الطائفة لا يقتص منه لأنه وكيل الرئيس الإلهي عليها. ثم هناك الريش أمة أي رئيس الأمة، وهو صاحب الكلمة النافذة فيها، ولا يوجد بين صابئة اليوم من بلغ هذه الدرجة، لأنها تحتاج إلى علم وفير وقدرة فائقة. أخيرا هناك الرباني، ووفق هذه الديانة لم يصل إلى هذه الدرجة إلا يحيى ابن زكريا عليهما السلام، كما أنه لا يجوز أن يوجد شخصان من هذه الدرجة في وقت واحد. الرباني يرتفع ليسكن في عالم الأنوار في الجنة، وينزل ليبلغ طائفته تعاليم الدين، ثم يرتفع مرة أخرى إلى عالمه الرباني النوراني. هكذا أيها المشاهدون الأكارم نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا، وإلى لقاء متجدد في برنامجكم ذاكرة إنسان.